وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا ام كريم قامت مش شايفه قدامها، وكمان قايمه تعبانه شويه. فايه، تعالوا نشوف النهارده نعمل غدا ايه. بعت ابني بقى جاب لي نص كيلو لحمه، وجاب لي كيسين مكرونه، وهعمل النهارده صينيه مكرونه تقضينا وايه على السريع كده، لان انا طبعا مش قادره اني اعمل حاجه. طبعا صوتي باين عليا وانا خلاص، يعني عارفين بقى اللي مش قادره تاخد نفسها لا يطلع ولا ينزل. هو كده. انا كنت رايحه المصيف وكان زوري وجعني شويه صغيرين يا ولاد، بس ايه، كنت حاسه بوجع في زوري بسيط كده. فما رحت بقى الحمد لله الوجع زاد. الحمد لله بنعمل في نفسنا حاجات. المهم يا ولاد، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. تخلي النهارده بقى ايه، طاقه ايجابيه كده. انا ما دام انا ما نمتش خلاص الدنيا تمام. يعني هو في برد بس، وفي قفله في الصدر جامد، بس الحمد لله الواحد ماشي يعني. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه وهنبدا يومنا ازاي، ونصلي على رسول الله في التعليقات، واكتبوا لي كومنتات حلوه كتير 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 عشان تشجعني. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عشان انا مستعجله ومش عايزه اطول على نفسي اصلا وقفه المطبخ والكلام ده كله. فكل حاجه جايباها ورا بعضها، وانا قعدت شويه كتير اصلا افكر هطبخ ايه هطبخ ايه هطبخ ايه هطبخ ايه. الحيره بتاعت كل يوم دي. رجعت قلت بقى هو ايه، انا هعمل صينيه مكرونه كده، وهعملها صينيه كبيره وبربع كيلو لحمه كده، اكتر من ربع شويه صغيرين، وهنقضي الدنيا ونسوي الدنيا. فحطيت بصل كتير كده عشان يكتروا كميه اللحمه، كأي ست مصريه كده مدبره وموفره بتعرف تعمل ايه. وهسلق المكرونه مع شويه من الزيت وشويه من الملح، وهسلقهم كده. سلقت الكيسين على بعضهم. انا كان اللي انا بعمله ان انا بعمل كيس ونص، لكن انا هعمل الكيسين هتقضينا غدا وعشاء، واقول للعيال سخنهم واروق دماغه طول النهار، يعني ما اشغلش دماغي. هصفي كده المكرونه واسيب ايه البصل اللي يتعصج قدامكم زي ما انتم شايفين. بعد يا ولاد كده هينزل بقى، شوفي انزلي بربع كيلو من اللحمه، باكتر من ربع بشويه. الحقيقه انا حسيت ان ايه الربع يبقى قليل، فنزلت باكتر من ربع بشويه. لكن برضو سبت كميه حلوه كده من اللحمه، نبقى نعمل بقى اي حاجه جنب اي حاجه، زي صينيه مكرونه تانية بس اصغر من دي كده، يعني اي حاجه هتبقى تمام وتبقى زي الفل. هنا في نفس الحله اللي انا عملت فيها المكرونه، يا دوبك بس شطفتها بس ما غسلتهاش، وهعمل فيها البشاميل. يعني ايه؟ عشان ما يبقاش مواعين بقى للمكرونه والبشاميل واللي مش عارفه ايه، فالدنيا تبقى إيه مش مظبطه معايا او كده. ما كانش عندي صلصه ففرمت طماطميه كده، عندي الخلاط بتاعي مش بيفرم حلو خالص، او لازم اطول عليه قوي اكتر من اللازم علشان يفرم. فشوفوا طلع الطماطم فيها حتت كده، فالمهم انا شلتها كده وايه، وبدات كده ارميها في الحوض استغنى عنها، واكمل بقيه الطماطم عادي. طماطميتين كده في الخلاط بحطهم على اللحمه المتعصجه عشان تديني نفس التيست، تكون ايه اللحمه حمرا. وهسيبهم كده 10 دقايق يكونوا اتشربتهم، وبقى العصاق بتاعك بقى احمر كده، وبقى شكله جميل زي ما احنا بنحبه في البشاميل. هنا بقى هنحط 3 4 معالق من السمنه، واحط عليهم 3 4 معالق من الزيت. وفي بشاميل الايام دي بيقولوا البشاميل البارد بيكون حلو، وبيكون حلو. انا ذات نفسي ما بحبش طعم الدقيق اما بيكون في بشاميل بارد، يعني الدقيق ما بحبش احسن حاجه. لكن احنا لما بنحمص الدقيق كده، ده بتطلعي منه الرطوبه، وبتطلعي منه اي ريحه مش مستحبه. ريحه الدقيق ذات نفسها ما بتبقاش باينه، فانا بحب البشاميل اللي عليه، اللي احنا ايه بنعمله كده احسن، بنلوحه احسن الدقيق. اما في بشاميل بارد، في بشاميل بارد بتقدري تحطي فيها ايه، تقدري تحطي فيها معلقتين من الدقيق كبار، تقدري تحطي فيها معلقه من الكريم شانتيه، اي حاجه كريمه لباني، اي حاجات من اللي بتدي طعم دي تقدري تحطيها، وتقلبيها على البال وترفعها على النار. ده لو انت قافله خالص من البشاميل ما بتعرفيش تعمليه. فانا كنت بعمل البشاميل البارد ده حقيقه الاول، بس ده عجبني اكتر، لان انا مش عارفين بقى من الناس اللي تعرف تلقط الروايح قوي، يعني انت ممكن تحبيه عادي بقى، يعني جربي وقولي له. في ناس بتعمله وبتقول عليه حلو جدا، مبقاش في ريحه الدقيق ولا اي حاجه، تمام. لكن انا بحب ده اكتر، تمام. فجربي وقولي. انت بقى عايزه تزودي اي حاجه من اللي انا قلتها برضو على البشاميل ده بتكون خطيره، حتى لو جبنه كريمي، جبنه اي جبنه تقدري تزوديها مع البشاميل. كل ده بتدي دسامه واحلى حاجه للمكرونه. انا هنا ببقى احب اكلمكم على الحاجات اللي المفروض اعملها. طب وانت بتعملهاش لو كريم عادي يا ولاد، لان انا اي زي اي ست بيت ما عنديش مش عارفه ايه، ما عنديش ايه، هي المرقه وشويه الفلفل الاسمر وشويه اللبن، وكيلو اللبن، ونزوده شويه من الميه، والدنيا بتبقى تمام. بتمشي يعني، بمشي حل. جبرت يا ولادي، الحمد لله والشكر لله. فكده هنعمل بشاميل كده وهسيبه بقى يتقل. حطيت له المرقه وشويه من الفلفل الاسمر زي ما انا قلت لكم. هسيب بقى البشاميل كده، وتعالوا بقى فتحت معاكم بث واحنا على البحر كده، وشويه حبايبي صغيرين كده جولي، انتوا ما بتقوليش ليه في البث، انا هشكل معاكم.
تعالى نختار كده ايام كده نبقى نطلع فيها بسات، بما اني ما بطلعش بسات ومحدش بيعرف ان انا بطلع بسات، بس الايام دي عايزه اتكلم معاكم شويه كده ونطلع بسات شويه، يمكن القناه يبان لها حاجه حلوه يعني. فهنجرب كده ونشوف الايام دي نعمل ايه كده، نبقى نشيطين اكتر، يمكن الدنيا تطلع شويه. ما طلعتش يبقى دي اخر محاوله بحاول فيها في هذه القناه، للامانه بقول لكم كده ان انا هحاول شويه ايه محاولات كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنبطل ام كريم يعني ايه؟ خلاص كده هتقولي ما عدتش هطلع؟ لا لا، ما استغناش عنكم ابدا. هنفتح واحده جديده ونبدا من الاول ونقول بسم الله، وربنا يوفقنا يا رب، اللهم امين. بعد هذه المعافره وهذا كم من المعافره اللي انا تعرضت ليه، ربنا اكيد هيكرمني وانا واثقه من كده باذن الله. حطيت معلقه كده من السمنه، تقدري تحطي اي معلقه من اي ماده دهنيه، سمنه، زبده، شويه زيت، ما تحطش مش مشكله، ما يجراش اي حاجه. حطيت نص المكرونه، حبيت اعملها ما تكونش تخينه قوي يعني، ما تكونش عاليه قوي، وتكون مفروده كده يعني، كل واحد ايه ياخد قطعه. بقى الغدا كل واحد، العشاء كل واحد برضو ياخد قطعه. المهم ان هي تكون ايه مفروده في الصينيه الكبيره المستطيله دي، علشان تقضينا كده في غدا وعشاء، واي حد عايز يسخن، لاني انا اصلا مش هقوم يعني الحاجات دي حتى لو اتاكلت بارده اقول للواد ادخل هات لك خرطة مكرونة وكلها وخلاص، فمش عايزة اي حاجة يعني. فبما اني تعبانة، بما اني مش لاقيه اتحرك، فالحمد لله. عايزه اقول لكم ان انا تعبانه ما قعدتش، مش هقول لكم ان انا تعبانه ان انا قعدت، لا، ده برضه، وعملت الغدا وغسلت الحمام وعملت غسلت الهدوم ونشرت الهدوم وعملت كل حاجه يعني، مش ان انا تعبانه ان انا قعدت. انا بقول الحمد لله ان انا ما قعدتش، بس برضه مش عايزه اقف كتير وايه، من ناحيه اكل كتير، مع اني كان عندي اليوم ده شويه مواعين خطيره بقى كتير جدا، بس عملتها كلها وما تخافوش علينا قدها وقدود يعني، انا بتحمل كتير الحمد لله. كميه اللحمه بقى حتى لو ربع كيلو لحمه قضت ازاي وبقت حلوه ازاي، كميه حطينا كميه بصل حلوه فقضت وبقت إيه كميه كبيره كده، هفردها كده على الصينيه كلها وكانت حلوه جدا. زي ما بيقولوا كده يا ولاد، على قد لحافك 100 رجلي. يعني الطبيخ او الطبخ او حتى الحلويات او مش عارفه ايه، مفيش حاجه اسمها لازم ولا بد والحتما والكيلو النص كيلو المكرونه وكيلو المكرونه او النص كيلو المكرونه اللي هو الربع كيلو بس، لا عادي، انا عامله كيلو كامل اهو حطيت عليه بس ربع، فمش لازم. والدنيا عادت غاليه قوي، طماطم 25، الخيار ب25، الشبت وكزبره مش عارفين نجيبه، الكرنبايه ب40 جنيه. انا مش فاهمه في ايه يعني، الله يعون كل حد بيصرف على بيت او متحمل بيت، الله يعينه. والايام دي ما ينفعش البيت، ما فيش حاجه تقضيه، ما فيش اي حاجه بتقضيه ولا اي فلوس بتقضيها. احنا بنعمل اللي علينا وبنقول احنا ستات جدعه وبنمشي باللي موجود، واللي مش موجود مش مشكله نستغنى عنه، بس بجد الوضع عاد صعب قوي، كل مدى بصعب. انا مش فاهمه، هو لا في تعويمات ولا في اي حاجه ولا في حتى زياده في الدولار، الحاجات دي زادت ليه؟ يعني الطماطم ب25 جنيه ليه؟ حد ممكن يقول ليه؟ ليه الطماطم ب25 جنيه؟ ليه البطاطس؟ انتوا عارفين انا بعت اجيب ابني يجيب بطاطس من على الشارع في بلدي يعني بلد ارياف، امبارح لقيت البطاطس ب35 جنيه. ازاي وصلت البطاطس لكده؟ انا مش فاهمه الراجل ده، يعني هي ناقصه غلا انت رايح تغلي كمان بطاطس ب35 جنيه؟ ليه 35 جنيه؟ عشان ايه؟ انا قلت له لا ما تجيبش، مش ما ناكلش بطاطس، مش لازم ناكل بطاطس، يعني هناكل بطاطس ولا هنعمل شو كيلو بطاطس يعني 4 حبايات ولا 5 حبايات ب35 جنيه؟ فالوضع صعب قوي يعني. ميزانية ايه؟ ميزانية بيت ايه اللي تتحمل كده؟ يعني عدد مثلا 200 جنيه ما تقضيش تاكلي فراخ ولا حاجة، 200 جنيه ما تجيبش حاجة، ما تجيبش خضار، ما تجيبش فراخ، ما تجيبش حاجة. يعني انت لو رايحة السوق ب500 جنيه، يعني هتروحي تجيبي شوية فاكهة وشوية خضار، ما تعرفيش تجيبي فرخة، ما تعرفيش تجيبي نص كيلو لحمة حتى، ما تعرفيش. ايه ده يعني؟ عشان الواحد يقول ميزانية لحوم وفراخ وخضار في الاسبوع 1000 جنيه، وال1000 جنيه ما تعملش حاجة؟ في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ في وضع كده صعب كده في مصر، ما تفهميش في ايه. شوفوا انا هخرف بقى المكرونه لعيالي لانهم عندهم دروس، وعاد بقى كل واحد فينا بياكل في وقت يعني ايه. كنا الاول قبل الدروس ما بتبتدي منظمه الدنيا وفي مواعيد للاكل ومش عارفه ايه، اما دلوقتي في مواعيد لازم العيال يمشوا فيها. ابني مثلا عبد الرحمن بيروح الدرس الساعه 2 بيجي 3، كريم بيروح 4 ويجي 5، ويرجعوا تاني يروحوا الجامع من 5 ل7. تمام. ففي ايه، في مواعيد الاتنين مع بعض وفي مواعيد كل واحد لوحده، فلازم ايه انا التزم بالمواعيد دي كلها وايه واظبط انا مواعيدي. وربنا يعيننا ويعين كل حد على حاله، ويعين كل حد فاتح بيت الوقت، لان الوقت عاد ايد لوحدها ما تسقفش فعلا.
عادي الراجل والست لازم يتحركوا، مش لازم القعده دي، لا ما حدش ينفع. انا بفكر في مليون حاجه، مليون حاجه، لان الواحد بيقف عاجز قدام اطفال وعيال ومصاريف وفلوس دروس، وعدد فلوس الدروس زايده، وكل حاجه الحقيقه زايده، كل حاجه زايده. هلم الهدوم وانشر الهدوم طبعا علشان ايه ما اوقفش بيتي. عملنا كده الغدا طبعا وتغدينا والحمد لله، كل نعمه من عند ربنا. خلاص يا استاذ بندق، خلاص. فالاسعار سيئة عندنا ولا ايه؟ بس زي ما بقول لكم الاسعار كده. الفلفل ب20 جنيه كمان، وفي ايه كمان، البرنجان ب20 جنيه، في اوقات تلاقيه ب15 واوقات تلاقيه ب20 البرنجان. فالاسعار صعبه قوي. انا على فكره ما بنزلش السوق، بس عم بسمع كده وعم حد يجيب لي مثلا حاجه، او اسمع الاسعار من اللي حواليا، لكن انا بنزلش سوق. او ابعت مثلا ابني يجيب لي حاجه من المحل مش من السوق، فبلاقيها غاليه قوي. فالاخر اقول ايه، بس بقوم راح ارجع في كلامي. انا ما قمتش نشرت الا لما كانت الدنيا هدت خالص وايه وقلنا بعد المغرب، صليت المغرب وقلت يا بنت قومي انشري الهدوم عشان الهدوم ما تتكربس عليكي، علشان انت جايبه هدوم مبلوله ومش عارفه ايه. وكان عندي كمان هدوم قبل ما امشي اليوم ده اروح البحر، فالهدوم كده ايه الحقيقه ايه اتحطت عليها هدوم على هدوم، فالموضوع كده هيبقى صعب كده بالنسبه للغساله. فقلت اما اقوم كده ايه اخفهم شويه، خلي الدنيا تخف عندي والدنيا تبقى تمام. فالحمد لله غسلت الهدوم دي ونشرتها، وقلت بقى اشوف انا هعمل ايه تاني. كل كميه الهدوم اللي عندي زي ما انتم شايفين كده، بعد ما نشرت كل حاجه، كل الغسله زي ما انتم شايفين. وتعالوا نشوف على المطبخ. شوفوا انا دخلت بعدها على المطبخ خليته زي الفل، ولا مواعين ولا اي حاجه. هنا الاضاءه مش احسن حاجه، بس مش عارفه انا تليفوني كل شويه يجيب لي اضاءه وحشه جدا. فشوفوا انا غسلت المواعين وظبطت المطبخ، ما عادش فيه اي حاجه. ده لد كده انا هركبه، لان الاضاءه مش حلوه في المطبخ ومش احسن حاجه. فالايام اللي جايه كده هركبه واشوف انا هعمل فيه ايه. انا كان عندي الليد ناحيه جوه كده، فهخلي ناحيه بره وناحيه جوه كمان، فهزود يعني ما بيبقى انه موجود. همسح بقى الرخامات وخليت المطبخ زي الفل. المهم كده ان انا ما كركبش، بما اني تعبانه مش هكركب الدنيا عليا، او هسيب مثلا المطبخ يومين 3 ما اغسلش المواعين، لا. ما دام انا قادره اقف وما قادره اقوم، هسيب الليد كده على جنب. ما دام قادره اقف وقادره اقوم، هظبط المطبخ واظبط كل حاجه خفيف بخفيف، علشان ما فيش حاجه تتراكم عليا، او في مواعين تتراكم عليا، وفي هدوم تتراكم عليا، وفي الاخر انا امي التعبه تهد هده جامده، او الاقي مش ملاحقه اعمل حاجات كتير. فبما ان الحمد لله قادره اقوم، فهعمل نفس الحكايه اليوم بيوم. احنا يا جماعه الامهات ما عندهاش رفاهيه ان هي العيا او تنام لها يومين 3 او تريح، لان لو عملت في نفسها كده بتبقى بتعمل في نفسها كارثه. وتلاقيها قامت من العيا لحاجه تانية خالص. المهم كده المطبخ يبات زي ما انتم شايفين كده زي الفل، وهكذا الحمام اتغسل، وهكذا الدنيا مكنوسه ودنيتي مترتبه، وهكذا برضو قاعده مع ابني اهتم بيه لانه طفل صغير. شايفين؟ مش عارفه ان انا كنت بعمل ايه، بس كنت اوريكم ان الرخامه متعامله وممسوحه ومترتبه وزي العسل. شوفوا بقى انا كان عندي ايه كمان بعد ما خلصت المطبخ. انا كانت حماتي بعتلي شويه الملوخيه دول، فقلت لا ما ينفعش، هما شويه صغيرين مش كتير، فقلت ما ينفعش برضو ان هما يباتوا عشان ما يبوظوش. خساره الحاجه دلوقتي عادت غاليه، واي حاجه لم النعمه تلمك كده من الاخر. اي حاجه خساره ان هي تترمى، او ليه تترمى ليه او تبوظ ليه، حتى لو انت عيانه او مش عيانه. فقمت كده جايباهم زي ما انتم شايفين، مفرفطاهم كده وغسلاهم، قعدت كده قطفتهم كده وانا قاعده في الصاله، وطلعت كده قمت غسلاهم كده في مصفى، وسبتهم كده على ملايه كده مخصصه للحاجات دي على صينيه، وسبتهم ان هم ينشفوا وينزلوا الميه بتاعتهم. هاخدهم بقى كده، هم صينيه مش كبيره قوي، واحطهم تحت المروحه جنبي. هما يبردوا ينشفهم، يبردوا ايه ينشفهم، ينزلوا الميه بتاعتهم وينشفهم. بعد كده هقعد ان انا اخلطهم وخلاص الموضوع انتهى. فانا هحطهم جنبي كده يخلصوا. هجيب اسمها ايه بتاع الملوخيه، ايه البتاع دي اسمها ايه مش فاكره. المهم كده المخرطه بتاع الملوخيه، مخرطه هجيب المخرطه بتاع الملوخيه وهقعد افرمهم واعملهم كده. فعملتهم. هتقولي اما كانوا بيقوموا اعمليهم في الخلاط، عايزه اقول لكم على حاجه من موضوع الخلاط ده. انا جربت قبل كده افرم الملوخيه في الخلاط، مش احسن حاجه يعني، ما كانش احسن حاجه ان انا اعمل ملوخيه بلاقيها ناعمه قوي 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 ومفرومه زياده عن اللزوم. وحقيقه في الاكل مش احسن حاجه. انا يعني ايه، ما تكون خشنه شويه كده زي ما انتم شايفين في الفرم بتكون حلوه، لكن لما بتكون ناعمه قوي زياده عن اللزوم يعني، الخلاط فرمها جدا خلاها ناعمه جدا، فكانت الحقيقه ناعمه زياده عن اللزوم. يمكن لو في الكبه ما تطلعش نفس النتيجه دي، ما تبقاش ناعمه قوي كده. فلو عندك كبه عادي اعمليها في الكبه، اما في الخلاط ما انصحش ان حد يعملها في الخلاط. يعني صعبه، الزلال بتاعها بيبقى زايد قوي زي الباميه،
ومفرومه زياده عن اللزوم. لو انت جربتي التجربه دي قولوها، لاني بشوف قنوات كتير تقول افرمي خليها في الخلاط وروقي دماغك. لا يا جماعه مش احسن حاجه. واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه.